الأولى قد تظنون أننا في أحد المخيمات الفلسطينية، لكننا في الحقيقة في حي مهاش عريم في القدس المحتلة لليهود المتدينين. حارس المدينة أو ناطوري كارتا هي حركة يهودية أرثوذكسية تأسست عام 35 من القرن الماضي، ترفض الصهيونية بكافة أشكالها وتعارض وجود دولة إسرائيل. أتباعها يعتبرون أنفسهم يهودا فلسطينيين ويتمنون العيش في ظل حكم فلسطيني تعدادهم يقارب 5000 في هذا الحي فقط. אין שלום לרשעים, אמר האלוקים. זאת אומרת, بحسب الكتاب المقدس لا يمكن صنع السلام مع الأشرار. الصهاينة لا ينتمون أبدا للشعب اليهودي، وهم ليسوا يهودا ولا ينتمون إلى أرض فلسطين التاريخية بتاتا. نحن فلسطينيون يهود ونريد أن نعيش تحت الحكم الفلسطيني الذي سيقام قريبا ويتسلم الحكم على كل مناطق الأرض المقدسة. حكومة الاحتلال تعتبرهم خائنين، بين الفينة والأخرى تعتدي عليهم بطريقة وحشية لا تفرق بين طفل أو شاب أو امرأة. الصهاينة يقتحمون مساكننا مستخدمين الهروات والقطع الحديدية ولا يعطوننا الفرصة أن نعيش كما يرام. الدولة اليهودية كارثة قومية ولا توجد مصيبة أكبر منها. لقد قاموا بتخريب قبورنا، وهناك منهم من شرعوا بضربنا بالحدائد ولا يميزون بين عجوز وشاب. يهجمون علينا وهم يصرخون ويضربون. ما يسمى بعيد استقلال إسرائيل يعتبرونه يوم حداد، يخرجون في مسيرات تجوب شوارع المدينة المقدسة رافعين الأعلام الفلسطينية ويصدرون البيانات المعادية للصهيونية ويحرقون أعلام إسرائيل. هذه الحركة تعتبر من أكبر الحركات اليهودية المعارضة لإسرائيل والصهيونية في فلسطين وفي العالم أجمع. في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات كان الحاخام موشي هيرش رئيس الحركة وزيرا للشؤون اليهودية، وما زالوا يؤمنون بأن تتحرر فلسطين من عربدة الصهاينة ويعيشوا جميعا تحت حكم فلسطيني لا فرق فيه بين مسلم أو مسيحي أو يهودي. سارة العذراء، تلفزيون فلسطين. قال رئيس ديوان